اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. صافرة البداية، تحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفة خيبان الواحدة في اليمين عند سلطان الغنام إلى كرة طويلة أمامية محاولة عند البرازيلي أندرسون تاليشكا. مع الكرة تاليشكا يعدل على يساره أندرسون يعلي واحدة عالية في الجانب الآخر عند رونالدو اللي يلعبها براسه، كانت صعبة عليه، حاول معاها والكرة إلى دكشي. 11 دقيقة عزيزي المشاهد عزيزي المستمع، ولا يزال التعادل السلبي قائم. كايسيدو إلى سعد السلولي، ولكن عبد الإله العمري هو اللي يعمل التاكلينج ويطلعها لخارج الملعب وإلى تماس. شفنا عبد الإله العمري اللي كان تألق مع الأخضر في مونديال قطر 2022 إلى رمية تماس. مع الكرة فيليبي كايسيدو لعيب كويس قوي في وسط الملعب عند عبد الله الخيبري على الأرض إلى أندرسون تاليش. فيصل رونالدو ولكن من أمامه سعد ناطق وحكم المباراة بيقول العب دي على النصر. هنا الدون، هنا رونالدو، وهنا سعد ناطق في التوقيت التوقيت الصح، التوقيت المثالي، يحط قدمه ويطلع في مكان صعب، لكن هي تقطع وردت مرة تانية. محاولة من اليمين عبد الفتاح نواف العقيدي. كايسيدو بدأ ينزل يستلم من وسط الملعب وبيتحرك، قوة بدنية هائلة لسعد السلولي، البينية حلوة لفتح آدم سعيد يلعب العرضية العالية، ولكن الفارو جونزاليز نزلت عند سعد الجير. هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا الخطورة، تمريرة أمامية طويلة، وهنا المحاولة والضغط من عبد الفتاح آدم، لكن نواف العقيدي على تافو من الجانب الأيمن. سلطان الغنام يلف الركنية العالية والرأسية، لسه محاولة عند عبد الإله العمري. هنا السقوط حكم هنا محاولة المرتدة السريعة عبد الإله العمري، ولعب البينية الحلوة لسعد السلولي. سعد السلولي يلعب بينية يا رب إلى غريب من الجانب الأيسر جوه منطقة الجزاء. تاليسكا ورونالدو، غريب لعرضية عالية من غريب، ولكن الكرة عند كايسيدو خطيرة، وهنا التدخل والإنذار على عبد الله. بيتكلم وسعد الجير من مسافة 32 متر تقريبا. الجير خبطت في الحيطة، ولكن نواف العقيدي يطلع يتألق ويمسك يا عبد الرحمن يا غريب، لكنها خبط. شوف الكرة، شوف غريب، لولا ان هي لمست قدم سعد ناطق كم اتلعبت نزلت في وسط لغيسلان كونان لعرضيه عاليه على القائم الثاني، وصلت عند سلطان الغنام، فيها خطوره العرضيه، فيها خطوره والتسديده من غريب، لكنها عليت عن العارضه. وكره الى صليهم عبد المجيد. مع الكره عبد المجيد عايز يعدي، مراره حلوه عند رونالدو، هرب رونالدو، عرضيه من رونالدو ومحاوله، لكن امين عطوشي هو اللي يحط قدم جحا. تمرير على الارض عند عبد الله الخيبري، لعب الكره عند غيسلان كونان يلف العرضيه جوه المنطقه. رونالدو استلم ويخبط الكره. 47 دقيقه تغيير لعب في الجانب الايسر عند صليهم، استلم، حكم المباراه بيقول ما فيش اي حاجه لصليهم. لعب الكره الى كونان، عرضيه حلوه محاوله عند تاليسكا. جوستافو يلعب كره عاليه حلوه، وصلت عند غريب، ولكن من غير تركيز تتقطع. سعد احداث شوط اللقاء الاول ينتهي. مرام بالفعل نزل مكان امين عطوشي وبيجوره، لكن نبص الكوره جوه المنطقه. غريب لعرضيه من غريب لتاليسكا، يا لعيب معاها باكورد أندرسون تاليسكا، لكنها على يمين غريب. يمرر الكرة غريب، لكن خبط جانب الايسر، يمر يا لعيب، ولكن المرة دي بقى التاكلينج من سعد الى غيسلان كونان، حافظ عليها الى جوستافو من الجانب الايسر لعرضية عالية، الباس طلع، نزلت لتاليسكا، ولكن ما سيطرش عليها، وسلامات لمحمود. مران بيحاول، ولكن هنا الكرة بتتقطع، يضغط الخيبري الى مران بينية حلوة لغريب، يا ولد يا خيبري ويا لعيب يا مران، حلوة من غريب، ولكن واس الى ركنيه يا راجل. عبد الله الزوري لف عرضيه حلوه، لكن يطلع العمري، ترجع الى زكريا سامي بينيدي، والمره دي غيسلان كونان لسه الخطوره، ويطلع يمسك، ارسل عرضيه عاليه حلوه رونالدو براسه، لكن المره دي يضغط دفاع ابا كويس في التغطيه سعيد اليامي. الفارو جونزاليز، ينقل الكره لكن تتقطع، دي خطيره لابها، دي خطيره للاله العمري، هو اللي يلحق قبل الرميه. هنا الانطلاقه من عبد جونزاليز في التوقيت. كرة عند عبد الله غريب، يلعب كرة طويلة عالية، تاليسكا
سلطان الغنام استلم الغنام عرضيه من غزلان، لكن عطوش يطلع، نزلت لجوستافو ياخدها على الطاير، لكن يلعب الى تاليسكا. تاليسكا لعب الكره لرونالدو، رونالدو وسع، رونالدو رجعت لتاليسكا. اعتقد ان اثاره المباراه بدات، في اكشن جاي في الماتش، ورونالدو اي حد الا امين عطوشي. سعد بجير في تغيير عبد الفتاح، ادم والعقيدي، نواف العقيدي يتأرحك. ربايني بدأ دلوقتي نادي ابها انه يضيق الخناق، بل يصل لهدف ثاني، يا راجل ضربة مرمى. تلعب ضربة المرمى العالية، تنزل في وسط الملعب، المرة دي عند غريب، استلم قدامه مساحة، غريب وسع، لعب الكرة، عايز يمرر، صفر بقى حكم المباراة. حائط الصد بتاعه في أرضية الملعب. رونالدو من مسافة بعيدة، رونالدو يسدد، رونالدو صاروخ ماديرا يسجل، رونالدو يسجل بضربة حرة مباشرة. والله زمان يا رونالدو على يمين إيماسي، رونالدو يعيد النصر إلى المباراة من جديد. 1-1 كريستيانو يسجل. اسمع يغير اللعبة إلى ماتيتش، لكن هنا التدخل، استخلاص الكرة من عبد الإله العمري، راح لها كده السيد فرناندو رامي اللي شارك بدلا من سعد السلولي، وعبد الفتاح ادم صاحب الهدف هو اللي بينال الانذار. بص رونالدو بقى ساب الكرة إلى تاليسكا وإيباسي، تاليسكا روح النصر إلى المباراة بالهدف الثاني ليتقدم العالمي رونالدو وتاليسكا. 2 النصر، 1 أبها، وهدف ثاني عن طريق تاليسكا. مرسول بارك برعاية تاليسكا بالهدف الثاني في الدقيقة 86. تاليسكا يسجل الثاني في الدقيقة 86 من علامة الجزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في قناة الأشقر سبورت. دمتم وطابت أوقاتكم. في هذا الفيديو سوف نتعرف سويا على موعد وتوقيت مباراة نادي الشرطة ونادي النصر في كأس الملك سلمان للأندية نصف النهائي. قبل البداية فضلا وليس أمرا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وتوقعك عزيزي المشاهد لنتيجة المباراة في أسفل التعليقات. مباراة نادي الشرطة ونادي النصر وتقام على استاد مدينة الملك الأمير عبد السلطان بن عبد العزيز الرياضية، ومنقولة على قناة اس سبورت اكسترا HD1 بصوت المعلق رؤوف خليف، وبصوت المعلق عبد الله الغامدي على قناة اكسترا HD1، وبصوت المعلق سليمان الشريف على قناة اكسترا HD2، وبصوت المعلق رؤوف خليف على تطبيق شاهد VIP. والمباراة تقام الأربعاء الموافق 2023 شهر 8 يوم 9 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. قبل أن نصل إلى نهاية الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد توقعك لنتيجة المباراة في أسفل التعليقات، ودمتم في أمان الله وحفظه.